بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عند بيان نادي الزمالك اللي تم إصداره بالأمس. نادي الزمالك كان توجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وده نظرا لأن الراجل يعني قام بالتصديق على قانون الرياضة الجديد زي ما كلنا شفنا امبارح بالأمس. يعني بيان نادي الزمالك، خليني اقول لك ان بيان نادي الزمالك ده بيؤكد او تأكد تماما ان قضية ارض اكتوبر خلاص انتهت، وفي خلال ايام معدودة هيتم الاعلان عن عودة ارض اكتوبر لنادي الزمالك. عرفت من احد المصادر المهمة اللي بتدعمنا بالاخبار والمعلومات ان نادي الزمالك كان توجه يعني ببيان آخر خاص بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيناشد فيه بالتدخل لحل أزمة أرض أكتوبر لنادي الزمالك، وإنه ده يعني مؤسسة رياضية كبرى في مصر وما يصحش اللي يعني بيتعمل في الوقت الحالي. ده ملخص البيان اللي تم إصداره لفخامة الرئيس بشكل خاص. الزمالك تم ارسال البيان ليه، ويعني هنشوف خلال الايام الرئيس يعني هيتدخل لحل ازمه ارض اكتوبر. وطالما الامر بقى في ايد الرئيس فاعلم تماما ان الامر هيكون خير لنادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك برضو عن مهزله الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الموضوع كبر والموضوع باخ بالنسبه للرياضه المصريه او منظومه الرياضه المصريه، لانه كله بقى ايه، كله بقى بيفرق ما بين الالوان. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي معايا فريق عنده ازمه فبدعمه، اللي هي الحمراء فانيلا الحمراء. لا انا لابس فانيلا بيضه، لا يا عم انت خليك متنحي جانبا، ماليش دعوه بيك، حل ازماتك بنفسك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ موضوع ارض اكتوبر ده يعني طبعا كان في تصريحات من وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي عن موضوع ارض اكتوبر. الراجل اتكلم وقال لك ان موضوع ارض اكتوبر بالنسبه لنادي الزمالك ده مش دور على وزاره الشباب والرياضه. طب ازاي يعني؟ تصريحات تضحك وعدها. يعني الزمالك هي مش مؤسسه رياضيه، مش مؤسسه مصريه رياضيه، يعني ازاي مش تابع لوزاره الشباب والرياضه؟ احنا بنهرج على فكره، احنا بنهرج كوزير. الكلام ده ينبع من شخص مش عارف قانون الرياضة، مش عارف انه الزمالك ده مؤسسة رياضية. فانت بتتكلم على وزير الشباب والرياضة، الراجل اللي هو يعرف القانون رايح فين وجاي منين، يعرف الناس كلها بتفكر فيه، يعرف يعني كل حاجة عن تفاصيل الرياضة المصرية. فانت بتتكلم في وراجل وزير بيطلع منه الكلام ده ما ينبعش غير من اللي هم الجمهور، والجمهور اللي لسه بيشجع كرة من يومين ثلاثة. فانت بتتكلم على وزير ووزير الشباب والرياضة، يعني انت كل الأندية المصرية تحت ايدك، ينبع منه الكلام ده. فاحنا بالتأكيد في مهزلة في الكرة المصرية في الوقت الحالي. خلينا نتكلم معاك برضو شوية عن مباراة نادي الزمالك وفاركو. غدا بإذن الله هيكون حكم الساحة محمود ناصف حكم الساحة، ومحمود ناصف من الحكام اللي بيتميزوا بالعدالة التحكيمية في مبارياتهم. وكمان هيكون على غرفة الفار محمود الدسوقي. فده بالنسبة لحكام وطاقم تحكيم مباراة نادي الزمالك وفاركو القادمة. بإذن الله الفوز يكون حليف لنادي الزمالك. طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن نقل المباراة من الإسماعيلية لاستاد للسويس. عفوا، اعلن نقل المباراه لاحد الاستادات غير هيئه قناه السويس، وده تقريبا يعني في ظل حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على عدم إجهاد أرضية ملعب ستة أو عفوا أرضية ملعب هيئة قناة السويس، لأنه عارف إن المنتخب عنده مباريات مهمة، وممكن المباريات المنتخب تبقى في استاد هيئة قناة السويس، ولسه بيتم دراسة الموضوع. خلينا نتكلم معاك شوية عن صفقات الزمالك اللي هتحصل في يناير القادم، وتقريبا الزمالك حسم أكتر من صفقة مع الناس. خلينا أقول لك معلومة كده وانفراد لحضراتكم، إن نادي الزمالك بيفاوض مهاجم عربي من دوريات جنوب اوروبا، يعني اللي هو الدوري الهولندي، الدوري البلجيكي، والدوريات اللي هي في جنوب اوروبا. حتى الان انا عارف الدوري وكل حاجه، ولكن مش هينفع نقول تحفظا على اسم اللاعب من الدوري، اللاعب جنسيته مغربي.
فده بالنسبه لكامل التفاصيل بالنسبه لمهاجم الزمالك حال عدم اثبات عمرو ناصر او سيف الدين الجزيري يعني اثبات هويتهم في ارضيه الملعب. الزمالك هيخلص كل حاجه مع الراجل لو راح على سيف الدين الجزيري. وخلينا ابشرك ان في تطورات مميزه جدا جدا وتطورات ايجابيه في موضوع سيف الدين الجزيري. خلينا نتكلم معاك بالنسبه لمصطفى فتحي ومفاجاه عوده مصطفى فتحي لنادي الزمالك. خلينا اقول لك ان مصطفى فتحي او مدرب بيراميدز كرونوسلاف يوريتشيت متاكد ان يعني مدرب بيراميدز الراجل متحفظ على اللاعب بعد ما اضاع اخر ركلتين لبيراميدز ضد الزمالك اللي هي كانت في الكاس والثانيه اللي هي كانت في السوبر المصري في الامارات. وده هو السبب الرئيسي لعدم مشاركة مصطفى فتحي حتى الآن في الدوري المصري الممتاز. يعني الراجل مش راضي يشاركه نظرا لأن الراجل هو اللي خسرهم بطولة الكاس. خلينا أقول لك إن مصطفى فتحي كان في ناس بتقول لك إن الراجل مصاب، ولكن لا، الراجل إصابته خفيفة ويتحامل عليها، أو يعني مش يتحامل عليها، ده ممكن يشارك فيها أصلا، ممكن يشارك فيها 90 دقيقة أو حتى 120 دقيقة أو حتى 120 دقيقة. إصابته ملهاش دعوة بالقدم أو بالشمال واليمين ولا أي حاجة. فاللاعب اخذ قرار الرحيل في يناير عن بيراميدز. طيب هل اللاعب ممكن يجي الزمالك؟ الله ورسوله اعلم. خليني اقول لك ان مش تحت شرط ان الراجل يرحل ويجي الزمالك، لا، ده الراجل ممكن يروح الخليج. والراجل خليني اقول لك ان عارف ان بيراميدز رافضه تدي اي لاعب او تبيع اي لاعب للزمالك. وكمان اللاعب حاطط في دماغه المنتخب، لان انت لسه عندك كاس الامم الافريقيه وكاس العالم 2026 اللي هو حاليا متبقي ليه اقل من 9 اشهر. فالراجل حاطط في عينه وحاطط في اعتباره كاس العالم و يعني بطوله افريقيا مع المنتخب. خليني اقول لك في الوقت الحالي جون ادوارد، حسين لبيب، اي حد من مجلس اداره الزمالك بعد الوقوف على والتاكد ان اخوان الفينا ده لاعب مميز، الفينا بقى هو رقم واحد في الزمالك في حته الجناح الايمن. وبالتالي الزمالك مش بيفكر في مصطفى فتحي في الوقت الحالي بعد رفض اللاعب لعرض الزمالك في الانتقالات الماضيه، الانتقالات الصيفيه. فده بالنسبه لمصطفى فتحي. خلينا نتكلم معاك بالنسبه لاحمد عبد القادر. وخلال الساعات اللي فاتت وصل عرض من احد انديه الدوري الايطالي الدرجه الثانيه للاعب احمد عبد القادر بقيمه 750 الف دولار كقيمه الصفقه كامله للاهلي واللاعب ومرتب اللاعب السنوي. خلينا اقول لك ان المسؤولين في النادي الاهلي تاكدوا ان العرض ده جاي من طرف جون ادوارد. يعني جون ادوارد هو اللي ابلغ المسؤولين في النادي الايطالي ده في ان في لاعب عندنا مميز في الدوري المصري، خدوا السي في بتاعه وقدموا له عرض. فالناس في الدوري الايطالي بالفعل قدموا له عرض، ولكن مش تبع الكوبري، مش تبع الكوبري، لا، الناس في النادي الايطالي ده مش عايزين فكره الكباري. فخلينا اقول لك ان احمد عبد القادر موافق بشكل يعني كامل و100% موافق على العرض، ولكن اداره الاهلي هي اللي عندها تخوف من العرض. فهنشوف خلال الايام اللي جايه هل اللاعب هيروح للزمالك او هل اللاعب هيروح للدوري الايطالي وبعد كده يرجع الزمالك، او الاهلي هيرفض العرض نهائيا. وتاكد بنسبه 1,000,000,000% ان احمد عبد القادر لو وصل لمرحله الدوري الايطالي الدرجه الثانيه هيكون في الزمالك على يناير. شكرا لكم ونلقاكم في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.